الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاحبه الكرام، فبالوحده الاسلاميه والاخوه الايمانيه سطعت شمس الإسلام على العالم، وامتدت فتوحاته في الشرق والغرب، وخضعت له الدول ومماليك قرونا طويلة من الزمن. وبغياب الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية انحلت عوانا ووهنت قوانا، وتداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. والحق أن الأمة الإسلامية تملك من أسباب الوحدة وأواصر الأخوة وقوة الإرادة وإصرار العزيمة وعلو الهمة ما يجعلها قادرة على تجاوز هذه المحن وتغيير هذا الواقع. وأول خطوة يجب أن نقوم بها في الطريق إلى تحقيق الوحدة والتحقق بها هي تعميق الإحساس والشعور بالأسس والأصول الإيمانية للوحدة الإسلامية، من الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والخطوة الثانية أيها الأخوة المؤمنون التي يجب أن نقوم بها في الطريق إلى تحقيق الوحدة والتحقق بها هي العمل على ائتلاف القلوب والمشاعر وإنماء عاطفة الحب والتراحم فيما بيننا. فقد كان تأليف القلوب باب الإسلام الأعظم إلى تحقيق نعمة الوحدة والأخوة بين المؤمنين، ومن ثم إلى تحقيق النصر المبين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والإسلام الذي فعل هذا بالأمس وأطفأ نار العداوة بين الأوس والخزرج وأنقذ الأمة من شفا حفرة من النار قادر على أن يفعل مثله اليوم. الإسلام الذي وحد بين الأعداء بالأمس وحد بين الأوس والخزرج
القلوب والمشاعر والاستباق بصبغة التواد والتراحم والتعاطف سمة من سمات المؤمنين وخصيصة من خصائص الإيمان. وفي الحديث الشريف في البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي قال صلى الله وسلم وبارك عليه: لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة ما سوى راكب بليل، يعني وحده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بهذا الحب وبهذا التآلف وبهذا التراحم والتعاطف تتحقق الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية، وبغير هذا لا تقوم وحدة ولا تتحقق أخوة. والخطوة الثالثة عباد الله التي يجب أن نقوم بها على طريق تحقيق الوحدة الإسلامية والتحقق بها هي إحياء الأخوة الحقة التي تثبت الحب والإيثار والتعاون والتناصر المؤثر الفعال. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. معشر المسلمين، إن التآزر والتناصر من أقوى ثمار الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية بين المؤمنين، إذ بها الحب والإيثار والتراحم والتعاطف بين أفراد الشعب الواحد. وتأملوا ما كان بين المهاجرين والأنصار من محبة وإيثار، حيث يقول ربنا عز وجل في ذلك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمسلم أخو المسلم والمؤمن يشد أسر أخيه المؤمن كالبنيان
المسلم أخو المسلم والمؤمن يشد أذى أخيه المؤمن كالبنيان المرصوص. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولكي تبقى ثمار الوحدة مستمرة فعلينا أن نترفع عن النزاعات والخصومات ونتعالى على الخلافات. فوحدة الأصول الإسلامية والأخوة الإيمانية فوق كل مصلحة دنيوية أو منفعة شخصية. وقد حذرنا ربنا جل وعلا من الخلاف لأنه يوهن عزم الأمة ولا يأتي بخير. قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وبين لنا جل وعلا أن التنازع يذهب القوة ويفتت الوحدة. فقال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فاذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ورحم الله من وصف حال قوم تفرقوا بعد وحدة وذلوا بعد عزة قائلا يا قوم ماذا جنيتم من تفرقكم وهل لهاكم إلا الذل والخراب. فيئوا إلى وحدة أرسى دعائمها دين الإله به الأجيال تفتخر. أيها المسلمون اعلموا أن وحدة الأمة أمانة في أعناقنا جميعا ونحن مسؤولون عنها أمام الله. أحفظنا أم ضيعنا؟ أحفظنا على هذه الأمة أم ضيعنا؟ أحفظنا على وحدتها أم فرقناها؟ واعلموا أيضا أننا مسؤولون على أوطاننا. أحافظنا على أوطاننا أم ضيعناها؟ نساهم في بنائها أم نساهم في تخريبها؟
الذي لا يعرف التردد، والوحدة التي لا تعرف التفرق، والشورى التي لا يخالطها استبداد، والتضامن الذي لا تلامسه أثرة، لنتعاون جميعا على البر والتقوى، ونتناهى عن الإثم والمنكر والعدوان، ولنكن يدا على من سوانا، نكن يدا على من سوانا، ولا نكن يدا على بعضنا البعض نتقاتل في بلدنا، ولنكن يدا على من سوانا. ديننا الإسلام ومنهجنا القرآن وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكن آمالنا مشتركة وآلامنا مكتسبة، ليعطف فينا الغني على الفقير، ولينصر القوي منا الضعيف، وليرحم كبيرنا صغيرنا، وليوقر صغيرنا كبيرنا، ولنجتمع على كلمة الحق، وننبذ ما دونها من الباطل، لتجمعنا أخوة الإسلام، وتربطنا رابطة الرحم والقرابة، وتقودنا الأخلاق الكريمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أيها المسلمون. إن ربكم واحد، وإن دينكم واحد، وإن رسولكم واحد، وإن قبلتكم واحدة، فكونوا أمة واحدة كما أرادها الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فاللهم اجعلنا من أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين ومن ولاهم. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلامة والسلام. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نج بلادنا العربية والإسلامية من الفتن. اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم اكشف عنا الغم، اللهم اكشف عنا الكرب، اللهم اكشف عنا الهم. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد، واخر دعوانا الحمد لله، واقم الصلاه.